بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد في قناتكم قناة بيتك بسيط مع جوجو. وطبعا النهاردة احنا سهرانين وبكرة اجازة، ونفسنا بقى نعمل حاجة حلوة لعيالنا عشان نفرحهم، وفي نفس الوقت تكون سهلة وبسيطة وسريعة ومش مكلفة، اقتصادية وتكون على قد الايد. وهنعمل الفطير القمر اللي انتوا شايفينه ده، هنعمله من لفة جلاش واحدة، العيلة كلها هتحلي وتنبسط ويفيد كمان. واحنا المرة اللي فاتت عملناه حادق وحشيناه بالجبن، المرة دي بقى هنعمله حلو وهنحشيه مهلبية، وكمان هنزوقه بالشوكولاتة، وهنعمله بمنتهى السهولة في الطاسة على عين البوتاجاز من فوق. وشايفين مورق معانا ازاي، وشكله وطعمه في منتهى الجمال، وانا متأكدة ان هيعجبكم. وما طولش بقى عليكم، ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف الطريقة مع بعض. واول حاجة هنعملها هي الحشوة، ومعانا هنا نص كيلو من اللبن، و3 معالق كبار نشا، وكمان 3 معالق كبار من اللبن البودر. ممكن نستغنى عنه، بس هو هيطعم لك ويخلي لك اكتر طعم المهلبية. وهحطهم على اللبن واقلبهم على البارد. وبعد كده هناخدهم على عين البوتاجاز، ونستمر في التقليب لغاية ما قوامها يتقل والمهلبية بتاعتنا تستوي. وده القوام اللي احنا عايزينه، وهي كده مش خفيفة لانها لسه لما هتبرد هتتقل عن كده شوية. ودلوقتي بقى هنطفي عليها النار، وبعدين ناخدها ونحطها في بولة، ونغطيها ببلاستيك راب او بكيس تلاجة علشان ما تعملش طبقة او قشرة، ونسيبها لما تبرد خالص. وبعد كده نبدأ نشتغل بيها. وبعد كده هنجيب لفة الجلاش بتاعتنا، وهناخد منها ورقتين ونقطعهم 4/4، وهنعرف هنعمل بيهم ايه بعد كده واحنا شغالين. وبعدين هناخد كمان ورقة من الجلاش، ومادة التوريق بتاعتنا هتكون سمنة على زبدة او سمنة بس او سمنة على زيت. انا هنا حاطة سمنة بس، وهحط عليها نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونقلب. وبعد كده هندهن ورقة الجلاش اللي موجودة قدامنا بمادة التوريق. وبعدين نجيب ورقة جلاش تانية ونحطها عليها وندهنها برضو بمادة التوريق. وبعدين نجيب ورقة واحدة من اللي احنا كنا مقطعينهم 4/4 ونحطها عليهم وندهنها برضو بمادة التوريق. وبعدين نجيب كمان ورقة ونحطها عليهم، ونجيب القشطة بتاعتنا بعد ما بردت خالص. شايفين تقلت معانا وبقت شكلها عامل ازاي، وناخد منها ونحشي بقى الفطيرة بتاعتنا. وبعدين هنقفلها بالطريقة دي على شكل ظرف. وبعدين هنحط على الحروف شوية صغيرين خالص من مادة التوريق عشان بس ما تفتحش معانا. وبس كده، وبقت معانا بالشكل المربع الجميل ده. ونعمل كمان واحدة تاني مع بعض. هنجيب ورقة جلاش وندهنها بمادة التوريق، وبعد كده نجيب ورقة جلاش تانية وندهنها برضو بمادة التوريق.
وبعدين نجيب ورقة واحدة من اللي احنا كنا مقطعينهم 4/4 وندهنها برضو بمادة التوريق، وبعدين ناخد ورقة تانية ونحط المهلبية عليها، وبعدين نقفلها بالطريقة دي على شكل ظرف. يعني الفطيرة بتاعتنا عملناها من ورقتين جلاش وربعين، يعني ورقتين ونص، يعني لفة الجلاش هتعملك حوالي 8 فطاير، انا هنا استكفيت ب4. ودلوقتي بقى ناخدهم عشان نسويهم، واحلى حاجة ان احنا هنسويهم في الطاسة على البوتاجاز من فوق. هنحط الطاسة وبعدين نحط فيها شوية صغيرين من المادة الدهنية، واول ما تسخن هنحط الفطيرة بتاعتنا، والنار هتبقى متوسطة، لو واطية مش هتورق معانا، ولو عالية هتتحرق مننا. وهنسيبها على كل ناحية مش اقل من 5 دقايق لغاية ما تستوي، وكمان علشان تاخد اللون الذهبي الجميل الغامق. وبقت معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين نحطها على شبكة او في صينية، ونكون عملنا سيرب خفيف دافي ونسقيها بيه وهي سخنة كده. لازم وهي سخنة علشان تشرب الشربات بتاعنا بسرعة فتطرى معانا. والشربات ده انا عملته من كوباية سكر، كوباية مية، رشة فانيليا، عصرة ليمونة. ونعمل واحدة تاني مع بعض برضه، هنحط شوية صغيرين من مادة التوريق، واول ما الطاسة تسخن هنحط فيها الفطيرة بتاعتنا، وهنسيبها على الوش ده مش اقل من 5 دقايق لغاية بس ما تستوي وتورق معانا. وبعد كده هنقلبها على الوش التاني وبرضه هنسيبها 5 دقايق. وبقت معانا بالشكل ده. ودلوقتي بقى وهي لسه سخنة كده هنحطها على الشبكة ونسقيها من السيرب الخفيف الدافي بتاعنا. وهنعمل كل الفطاير بتاعتنا بنفس الطريقة. وشايفين الفطيرة قد ايه طالعة معانا طرية. وبعدين هنزوقها بالشوكولاتة، وطبعا ده اختياري، لو انت مش عايزة هي كده والله العظيم 3 في منتهى الجمال. بس هنا بقى لازم تحطي معلقتين سكر على القشطه وانت بتعمليها، لان انا هنا ما حطيتش، لاني اعتمدت على السيرب اللي هيتشرب بيه الجلاش، وكمان على الشوكولاته اللي هنزوق بيها. او نطحن سكر ونحط عليها ونزوقها بالسكر البودر. دلوقتي بقى هقطعها لكم علشان نشوف شكلها من جوه. ايه رايكم بقى في الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟ شايفين الفطيره طالعه معانا ازاي مورقه من جوه، والقشطه جواها مفيش احلى من كده. من 2.5 ورقة جلاش عملنا تحلية حلوة جدا، سهلة وبسيطة وسريعة، وعملناها في اقل وقت ومجهود، وفي نفس الوقت اقتصادية وعلى قد ايدينا. وعايزة اقول لكم ان طعمها حلو جدا، حلوة وهي سخنة وتحفة وهي باردة، يعني حلوة في كل احوالها، وانا متأكدة لو جربتوها هتعجبكم جدا. وبس كده خلصت الوصفة بتاعتنا النهاردة، اتمنى انها تعجبكم واتمنى انكم تجربوها. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتقابل ان شاء الله باذن الله في وصفات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.